السلام عليكم، صباح الخير عليكم المتابعين العزاز. اول حاجه غنقول لكم مبروك مبروك علينا الفوز ديال المغرب. بقينا فايقين حتى 6 الصباح، ما نعسناش بكري. فقت دابا قلت اش غندير. غادي ندير واحد المقيله ديال البيض ومطيشه باش غادي نفطر بها ان شاء الله، وغادي نشاركها مع المتابعين العزاز ديالي. كيف ما تتعرفوا المقيله ديال البيض ومطيشه محبوبه الجماهير، اكيد انه تيبغيها الكبير والصغير. غادي نشارك معكم الطريقه ديالي كتجي بها لذيذه. شفتها عند واحد الاخت صديقه ديالي، كليتها عندها وعجباتني بزاف صافي، واعتمدت الطريقه ديالها كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. الا درتوها بهذه الطريقه وديروا معها شويه ديال الحار، ضروري معها شويه ديال الحار، اللي عشاق الحار كتجي روعه. مهم هاد الطريقه هذه اللي اعتمدتوها راه كتجي زوينه، ممكن ديروها هكا كوجبه ديال العشاء هكا خفيفه، ولا انا كنبغيها هكا في الفطور. المهم دابا انا فقط درت قهيوه كحله شربتها صافي، وغادي نديرها دابا. هنايا درت 3 ديال المطيشات، قطعتهم دوائر، حيدت ليهم القشره. اللي كيبغيها بالقشره يخلي القشره. عندي 3 البيضات، عندي شويه ديال الملحه. بالنسبه للتوابل عندي غير التحميره اولا الفلفل الاحمر والبزار. صافي هادشي اللي تندير فيها، وشويه ديال الكمون. وإلا كتبغيو الحار ديروا واحد المزيوده ديال الحار، قطعوها هكايا حتى هي دوائر صافي، وديروها مع المطيشه هكا تشحر ليكم. بالنسبه للبوطه ضروري تكون العافيه مهيله باش ما تحرقش لكم ديك المطيشه، وطلق واحد شويه ديال الماء ديالها. المهم انا راه درت شويه ديال الزيت هكايا في القاع ديال المقيله، وقطعت المطيشه هكا دوائر. بالنسبه للكميه ديال المطيشه راه كتبقى على حسابكم، وما انا درت 3 من ديك المطيشه اللي كتكون شويه طويله، عطاتني هاد الكميه هادي. صافي خوتي، هنا تنشارك معكم هاد المقيله هادي راه من الدار ديال الوالدين، هادي الكوزينه ديال امي الله يرحمها ويجعلها من اهل الجنه يا ربي. وقولوا لي المتابعين العزاز، واش حتى نتوما كتجمعوا القشره ديال المطيشه؟ انا ضروري تنجمعها، كنت في داري كنجمعها، كنت في دارنا كنجمعها. المهم راه تنحضر بها مركز ديال الطماطم اللي تيجي زوين بزاف احسن من الجاهز. نرجعوا هنايا المقيله ديالنا كيف ما شفتوا ما شاء الله. راه نتوما كديروا الكميه اللي بغيتوا. انا درت دابا شويه ديال المليحه، والعطريه راه تتبقى على حسابكم، كل واحد عنده قياسه في يدو. انا راه تندير العطريه بايديا باش كنعرف القياس ديالي ديال الملحه وديال البزار وديال التوابل. المهم مقيله خص ضروري تكون العافيه مهيله البنات. صافي غادي نسد عليها بواحد الغليقه هكايا، وقطعت شويه ديال القزبور ومعدنوس. صافي دابا منين بدات تطيب ليا ديك المطيشه راه دغيا تطيب، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. صافي غادي نحيد دابا ديك الغلاقه، وغادي نشد هذيك المطيشه غادي نقلبها. غنقلب هذوك الدوائر غادي نقلبهم ونمعسهم هكا شويه بالفورشيط. المهم انايا جاتني الغلاقه هنايا حاميه، غادي ندير ليها واحد الشيفون باش غادي نهزها. وغنعاود نشارك معكم العطريه اللي هي هاد الثلاثي هذا، الكمون والفلفل الاحمر والفلفل الاسود، وبطبيعه الحال مليحه اللي ما غاديش نقدروا نستغناو عليها. صافي الخوت هادشي اللي كاين. شاركت معكم هاد الفيديو من الدار ديال الوالدين الله يرحمهم يا ربي ويجعلهم من اهل الجنه. هنا المطيشه ديالي من بدات تطيب، ها نتومايا كيف ما شفتوا، ها نتومايا غادي نقلب هذوك الحبات ديال المطيشه، غادي نقلبهم تاني واحد شويه هكايا باش عاوتاني تيدخل فيهم طيب، ومن بعد كتمعزوهم. واللي بغى يدير مطيشه هكا محكوكه ممكن ديروها محكوكه، لكم الاختيار، راه كل واحد كيدير الطريقه اللي تتعجبو. انا تتعجبني هكايا دوائر، وكتعجبني حتى هكايا بالقشره ديالها كتعجبني بزاف. ومهم الخوت هاد المره انا شاركتها معكم هكا عاديه، والمره الجايه غنشاركها معكم بالفلفله حاره هكا دوائر، وراها كتجي روعه، كتجي لذيذه، كتجي زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي كيعشقوا الحار وتياكلوا الحار. صافي هنايا من بعد ما درت ليها هكايا قلبتها ومعستها هكايا، زيدوا شويه ديال القزبور ومعدنوس باش تعطي واحد البنه، وخليو شويه حتى الاخير باش غديروا به التزيين. حتى لهنا مفاهمين ياك؟ المهم راه واخا هي مقيله ديال البيض ومطيشه، اولا السميه اللي تنسميوها حنايا ولاد الشعب تنقولوا البي ام، ولكن راه لذتها لذه خوتي ما نقولش لكم، كتجي لذيذه بزاف وكتجي روعه.
وكيف ما قلت لكم عندها عشاقها وعندها ناسها وعندها صراحه مقيله هذه كتعجب ولاد الشعب، واللي متفق معايا يخليها ليا في التعاليق. الناس اللي كتعجبهم المقيله ديال البيض ومطيشه يخليوها ليا هكا في التعاليق. ايوا شدي لاله واحد الفرشيطه وبقي هكا تمعسي ديك المطيشه هكايا صافي حتى تمعس لك مزيان. ومن بعد حطي عليها البيضات ديالك اللي بغيتي، 2 3 4 ديري حتى 6 اللي بغيتي. انا غندير غير 3 لان هاد المقيله غنفطر بها غير انا بوحدي. كيف ما قلت لكم سهرنا مع الماتش والوليدات راه صابحين ناعسين ما غاديش يفيقوا دابا صافي، وانا غادي نفطر بها هكايا بما فاقوا الوليدات ان شاء الله ونصيبوا الغديوه ديالنا باذن الله. ايوا قلت علاش لا ما نشاركش مع المتابعين هاد المقيله من المطبخ ديال الام ديالي الله يرحمها. هنايا غادي ندير البيضات هانتومايا صافي غير تنفقسهم هكا واحد شويه كنخلطهم صافي، وغادي ندير الغليق صافي. هذه هي الطريقه، وصدقوني جربوها بهذا الشكل هذا وراها تتجي لذيذه بلا ما تكثروا لها هكايا العطريه وتكثروا المكونات بزاف. ديروا غير مليحه، شويه ديال الخرق، شويه ديال الفلفل الاحمر، وشويه ديال الابزار، وشويه الكمون غديروه حتى الاخر صافي. وهنا زدت واحد شويه ديال القزبور هكا للتزيين صافي. وغادي نديروا لها الغليقه ديالها ونخليوها هكايا طيب. وديما العافيه مهيله باش ما يتحرق لينا لا مطيشه لا البيض ديالنا. ايوا الخوت هانتومايا نتمنى اللي وصل معايا حتى لهنايا يخبط لي ديك اللايك. الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم يا ربي. ولا عجبكم الفيديو خليو لي تعليق نقولوا لي راه هاد الطريقه ديال البيض ومطيشه راه زوينه. ايوا هنايا من بعد ما طابت هانتومايا كتجي على هذا الشكل، وما نقولش لكم يا سلام واحد الريحه. وما نقولش لكم ديروا شي مقيله اللي تكون زوينه وما تكونش كتلصق لكم. وهانتومايا النتيجه راها اكثر من رائعه. واللي بغى يزيد معاها شي شويه ديال الزيتون هكا في جناب الطبيصيل ولا في جناب المقيله زيدوا معها شويه ديال الزيتون، لكم الاختيار. بالنسبه لي انا غادي نرافقها مع هاد الهريسه هذه اللي فيها الفلفله مشويه ودايرينها مع زيت العود ومع الثومه ولذيذه. ما نقولش لكم انا من العشاق ديال الحار بجميع الانواع ديالو، ضروري تناكل الحار. المهم غادي ندير شويه من هاد الهريسه هذه سميتها المزيانه، زوينه بزاف وفيها ديك النسمه ديال الفلفله مشويه. ايوا هذا هو الطبق ديالنا، هذا هو الفطور ديالي. الخبيزات جبتهم من الفران من حدا الدار. ايوا صافي. وهذه هي المقيله ديالي شاركتها معكم بكل الحب وفرحانه بالنجاح ديال بالفوز ديال المنتخب الوطني ديالنا. الحمد لله والشكر لله ان شاء الله. من فوز الى فوز ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله وباذن الله. ايوا هانتوما كي جاتكم المقيله ماشي 5 ما زويناش اختي، ايوا نوضيها لاله ديريها لوليداتك، سواء ديريها لهم في الكوتي ولا في الصباح في الفطور ولا ديريها لهم في العشاء. اختاري الوقت اللي عجبك ديريها لهم وجربيها بهذه الطريقه غادي تجيك زوينه. ولا عجبك الفيديو ما تنسيش لايك، ديري لايك اختي ما خاسره والو، وبارطاجي الفيديو مع حبابك ومع صحابك. ايوا هانتوما يشوفوا لي الفلفله مشويه هانتوما كيفاش كتجي. غادي نشاركها معكم، يعني هذه جاهزه ولكن غنشاركها معكم ان شاء الله. بسلامه عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.